على الرغم من ان بلوتارك بيصف كليوباترا ان هي ما كانتش فائقه الجمال، لكن هي كانت متحدثه لبقه. وعلى الرغم من العملات البرونزيه اللي موجوده عندنا اللي بتصورها بشكل ما هواش فائق الجمال يعني، لكن على الرغم من ده كليوباترا استطاعت التحكم في اعظم رجال عصرها على مستوى العالم، اشهرهم يوليوس قيصر اللي وصل ان هو الهها هناك في روما، وبعديه مارك انتوني اللي هو احد القواد العسكريين المهمين اللي في روما، اللي وصلته كليوباترا ان هو يحارب روما فعليا بقياده وقياده الجيش المصري ضد الجيش تابع للامبراطوريه الرومانيه. لكن ده تسبب في الاخر، هذا الطموح العظيم لهذه المراه تسبب في الاخر ان هي انتهت حياتها بعد الهزيمه بتاع الجيش المصري بقياده مارك انتوني الروماني ضد اوكتافيان الروماني في موقعة اكتيوم سنه 30. حكمت بالشكل ده من سنه 30 قفميم اسف، حكمت بالشكل ده من سنه 52 قفميم لسنه 30 قفميم، بالمشاركه في الاول مع والدها وبعدين مع اخواتها الاثنين وبعدين مع ابنائها.